شلاما وخبة وإيقارة الكل خون خزيانا ميقرأ كل دوكت إيتون صورا تاويتون بكل طوتا وباسيموثا خلمانة طاوة وخاذوثا بواية ون عموخن مدري وأها خلقتا خثا من خرزة سواذا تقنيا ماسخ أمرخ سواذا تقلاما هانا ودين بمعنى حديث القلم أها خرزة تقاو كل غذا خلقتا من خلقياث دية بتمقابخ خكثاوة بخكمة خلقياثا بريانتي لتاوي تري بخا بلن قغلا مجال معين ومستقبلخ نستقبل كاثوة ينسايو مد أها كثاوة قامن هرتا بدية بخكمة من خلقياثا دعور في حلقات سابقة منهرة وان أوضحت أنه أن كثاوة بريانتي لا ممكن تهاوي تاريخية يلبناية علمية كنشياية اجتماعية أثليطاية رياضية وبخكمة جيغلة قواناية مجالات عامة شقمن ما عدا سياساية خزيانا نخبي كثاوة تقيلة صرنا محور داها خلقتها إلى بشرارة كونش مشخاثة مجموعة شعرية ين أمرخلة ديوان مخرايا ديوان شعري شمة دية إن أمرنا بسورث إلى قنديلة يعني شراغة دبهرني صرياثة أرعى خشوخة أو خشكة وإن أمرنا بلشانة أربايا أخت إلى قناديل تضيء خرائط العتمة آها كونش مشخاثة إلى الصبرة وماخورة إذيعة يوسف قبو أخت بغزاية برينتي لا أذهب زعورة بقشمة ممكن أنه نلاحظ كونه صغير الحجم عدد صفحاته مو بالرقم الكبير إينا لكن إلى رابع التيرة بخويشاثه غني وثر في مضامينه قبل عمي شينا وشلامة وإيقارة السايوما مؤلف آها كونش مشخاثة أتقيلة أخ أرخم يقرأ خلقت اليوم رابي عزيزة يوسف قبو بكل شينا وشلامة وإيقارة بصاخة وقت وتعمن قدها خرزة بشينا وبشلامة شكرا جزيلا رابي يقرأ أنا مري قداها عتادة مقدمة أنه أو كونش مشخاثة المجموعة الشعرية إلى زعورة يعني صغير بالحجم إينا بشرارة يعني خويشاث دي رابة بس يميلو إلى خمدي بريشة خمدي مميز أنا برصوبا إذ قم تبعياثة متابعات دي لين خزيا هدخا خويشاثة مضامين تهدية من هرن بديها خزيانا يقرأ بس إن متخرخ حكمة موضوع عنياثة يعني معلومات كثاوة إلى أهشمة المؤلف يوسف قبو طبعا الأولى إلى تريلبي وأرباوسري الإخراج الفني دار أمل الجديدة أي لوخة تقلبها لوحة الغلاف إلى ليلة النجوم أمانة هولنداية إذيعة فانكوخ بريانتي لتكالخ جيبة دي رابي ميقرا وخرط إن إيثن خا عثاذة مقدمة أو مقدمة ومشارويلة جو قلب خرايا خزيان يقرأ إيثن خا من هرتا بتآها خا كلمة قصيرة بتآها كثاوة إلى كثوتة بيد الأستاذ الدكتور خليل شكري عباس بمار لقاوة انقارن خثري طلا جرقي صرت رابي ميقرأ نص يوسف قبو الشعري نص ثري يجمع بين حداثة التشكيل وعمق الرؤى وينبع من شاعرية راسخة الجذور أبت أن تعلن عن ولادتها إلا بعد عسر وطول المخاض جالت كثيرا في ثنايا التراث واقعا وأسطورة ودينا شعرا وسردا فكرا وثقافة وشاركة إلى خناص رابا بسيمة بداك ثاوة رابي هدايا بين أمر قخزيانا يقرأ خويشاث الدوة كثاوة مائل قربة 80 مشخاثة نحو 80 قصيدة كنت خمني إلى بشمة تخا برصوبة إذيعة عور تاريخها كل قصيدة باسم شخصية معروفة عبر التاريخ في كل المجالات التاريخية العلمية الطبية الفنية يعني إن قارنوا أن شمان أن مشخاثة سقراط كانت المسيح دايستوفسكي جلجامش يعني أنا إلى طوسة من بعد إذنك رابي مقرأ نماذج
المتنبي، أفلاطون، أديسون، تشاكوفسكي، مظفر النواب، تلاني بوشكين، موتزارت، بيتهوفن، فولتير، سلفادور دالي، بوذا، نيتشا، مايكل أنجلو، نيوتن، دافنشي، تلاني أرمسترونغ، جوجل، هيراقليطس، دانتي، مريم، يعقوب، بودلير، خوليو إغليسياس، زمارة اسبانيا، مطرب فنان خوليو إغليسياس، أرنست هيمنغواي، ديكارت، فيكتور هوغو، سيغموند فرويد، عالم النفس المشهور، شتراوس، أينشتاين، امرؤ القيس، بورخس، وشركة. أسماء ربما لا تربط بينهما أي علاقة، كل في مجال معين، كل من بلد معين، كل في مرحلة تاريخية معينة. في شلون مكبشة قداها كونش مش خاثة أو مندي إلى خمندي مشوق خرابي يقرأ إنا قمت مشارخ أورق وتفاصيل قد لياثة يعني يا ريت خا نبذة عن مسيرة حياتية وأدبية يقرأوه قا خزيانا يقرأ أنا بريان تلخكمناها لهذه لرابي يوسف قبو أبني لاسم معروف. طبعا أنا هويلي ببرطلي بسهل نينوى، والدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ببرطلي، وبعدين الدراسة الجامعية ببغداد، ومخرجتي معيني بمركز سباق الأبحاث الزراعية، وبلطي تقاعدت من نفس الدائرة. خلمان طاعو خير. السيرة الأدبية أنا بديلي يعني بالقراءة في سن مبكرة، يعني بمرحلة الدين المتوسطة، وقريلي الشعر العربي، الأدب العربي، وبعدين من اللي للأدب العالمي بسنة السبعين، يعني بداية السبعينات بديلي مشوريلي كثوا يعني بعض المحاولات والشيري في نشرنا في مجلة الكرمل ديو رئيس تحريره محمود درويش، وبعدين متوقف لي لانشغالي في مشاغل الحياة والنا هال 2007 مصدري أول ديوان شمي خرير شهوة السماء، 2014 في النزوح مصدري ديوان آخر شمي سماء وأنين ناي، وبصره في 2015 مصدري ديوان آخر شمي نزيف الحرف إغضرار الندى، وب 2024 مصدري هذا ديوان قناديل تضيء خرائط العتمة، وقلت لي دا أربع دواوين قيد الطبع. كثيرا عني حيلة يعني من النقاد، خاصة النقاد الأكاديميين يعني بجامعات وجامعات مرموقة وفزت بتتي جوائز، جائزة شعراء بلا حدود وجائزة محمود درويش، وإثر محاولات خلنا لي مشاركات في جوائز عالمية. كل بريساثة منشورات يقروث خرابي إلى مخرى إلى شعر. إيه شعر. لا شغل مجالات خلنا. لا كل شعر. رابص بايرابي. أنا أقول خلمان طاو خير يخب خلت على أبنتي لها ديا تحت الطبع باني بيش بريسة قد خازي لنا شيء. رابي أول كثاوة يعني أنا أختميري جو عثاذة جو مقدمة وجو منهرت الشرح يعني تخمنت فكرة دي إلى قرشنتة إلى مشوقة، يعني أسماء معروفة على مدى التاريخ في مختلف المجالات، وكنت خمنة هرب شمة دي كثيولة باسمه القصيدة، يعني إلى خمندي مشوق أنا بين محكوخ بتدخي ويلا أي فكرة تخمنتها وبعدين بدخل التفاصيل. فحيثيات ولادة الفكرة دخي ثيلا مائي وآر أجواء. نعم. أورهان باموك الروائي التركي المعروف الحائز على جائزة نوبل يمير أنا قريلي خك ثاوى وهذا ثاوى غير حياتي كلها. و المتنبي يمير خير جليس في الزمان الكتاب. وبورخيس يمير أنه أنا مصورنا جنة كأنما مكتبة له، مكتبة مضاءة له. فأنا يعني من ذا منطلق طبعا نتيجة قراءاتي المعمقة لكبار الروائيين وكبار الفلاسفة وكبار الموسيقيين في العالم والعلماء والشعراء، وأيضا اطلاعي على طبعا الموسيقى بكل النديدة يعني كطرب
يعني كسيمفونيات كلاسيك. ككونشرتات والى اخره. فحصل لي رصيد معرفي هائل. فقمني انه ميلي قمني كثنا حسب لكن يعني احيانا كثيري هاجس او الكتابه الشعريه والكتابه الادبيه العمومه يعني بشكل عام والموسيقى ايضا كذلك يعني كلها ضروب الفن والادب ان لك يعني كثير خمدي يعني ربما أو شيطان الشعر لي ربما وحي لي ربما الهام لي إيه فلكيف يعني في أينا فقم لي أنا طبعا كثرنا نتيجة يعني قراءات المعمقة دا كلها هناني فلاسفة ومفكرين وأدباء وشعراء وهذه ثوالي بعض القصائد أنا موجود ده كو طبعا مبثوثة باني دواوين دي قيد الطبع. فأساتذة بجامعة من ضمن الدكتور شكري هياس خليل شكري هياس اللي فيه إن على صورة الغلاف قم لي قي لك آية آني كلها بلطتهم من داين دواوين الأربعة وطبعا جمعتهم بخاء أن بخا ديوان ونا فحصل لي فكرة وحصل لأنه قبلي قم جمع خيم بهذا الديوان وبشين هذا ديوان دي لدا منهار تقليثة ورابي شرح واضح عن تخمنت فكرة دخثيلة صباي رابي ما يعني إيوا أسس دنش ما نتقم قابت له على أي أساس يعني اختاريتهم أو دخميرخ جمع أو نتيجة مطالعات هن الشماني يعني كانوا قالوا في لحظة ما يعني كانوا قالوا لي طبعا بارتلاند راسل الرياضي يعني عالم الرياضيات والفيلسوف الكبير البريطاني كانوا قالوا كل كامل أنه كولي هذا كنا محاكي عن يحصل لي يعني اي نهضه وهذا تغيير في العالم كولي فكل كامل يحصل لي يعني بفضل 100 شخص من ضمن اي كل اني مليارات اني 100 شخص اللي بين انه دودي كول هذه نهضه فانا لا ذا اساس قبلي ان اللي فحصل لي هاجس انه يعني ومشجع لي انه دوذنا هذا من يعني ما صف امر خرابي من دائما هارتا البوث دائما حكيثه او مثال قميثته انه ايثن قربت ما برصوب 100 شخص زودة بصورة أثروا في هذا العالم ين أثوال خكمة أمرخ نسخانة إنجازات أو خكمة أقراث رسائل بحيث هي حددت صورة هذا العالم بمختلف المجالات يعني هذا خلال صحيح صباي رابي يقرأ أو قلبة غلاف يعني أنا أخذ قريلي آخا إلى أي لوحة راشوما هولندايا يذيع فانكوخ يثوى خنيشة خغاية قاوينيا إلى من ذوق المصمم أو أن الكتاب هذا الديوان بثلاث عتبات ثلاث عتبات العتبة الأولى طبعا هذه اللوحة المضيئة للرسام الهولندي فان كوخ لوحة الغلاف الأخرى دري الآي توطئة دكتور الدكتور خليل شكري هياس وأطلق داخل الديوان أطلق داخل الديوان هذه توطئة أخرى لا ما باسها هذه لأن الشعر هذه أنا ديدي لا أو نص كريه لأن الشعر تحليق صامت إلى المجرد ها هي الآلهة تنظر إلينا بدهشة كي نوقظ الأرواح الراقدة في اللغة ونخلق من رعشات الأسهار البرية في غابات الخيال حسنا أكمل من حواء ثلاث عتبات مهمة لوحة الغلاف واللوحة الخارجية وهذه هذا نص نثري سردي يعني كأنما غذلاننا أو مفاتيح للدخول إلى النص راس بارابي أنا داتي وهذا تصفح غزيلي إهداء يقروث إهداء من السيد الكاتب قالي شخصيا إيوا 3 8 خشوين شات الدعويرة تريل بيو 24 وذوالوخ زياخة تقرشت ضدرانا حفل توقيع الكتاب خشون ايه صحيح ويوا اصداء طاوي رابص بارابي دكتور قاسم حسين صالح يعني هذا رئيس جمعيه علم النفس عالم النفس كثولي مقدمه رابص وده تقريبا اكثر من 20 ناقد كنا كثيوي هذا 20 ناقد اكاديمي يعني في مختلف الجامعات 20 ناقد كنا كثيوي تناولوا هذا الكتاب بالاستعراض والنقد انا هذا خميري ابني لزورب قشمه الى مضامين دي الى خمدي قرشانه خمدي مشوق خمدي خاثر طالي برصوبايث
سباي رابي يعني برد تخمنت ويلا الفكره ويلا وقت امرخ يعني مروخ يالا مشارن بديت بالتاليف او الكتابه خرثة مراحل الطباعه وأن تفاصيل اثوى خكمه معوقات خكمه عسقوات الصعاب جشوله ديوخو والله هل تنطير جاهز؟ والله أوش قل فترة طويلة في مرحلة تدقيق يعني تدقيق اللغوي يعني من ناحية التشكيل من ناحية الأسلوب من ناحية يعني تقديم وتأخير لوحة الغلاف إلى آخره يعني كل هنا أمور كذا يعني أمور يعني ضرورية مهمة لأنه هاي بس هذا كتاب بطلمي ذوقش لملك قارئ فمن الضروري بمكان أنه دققت أكثر من اللازم يعني أكيد كما أسخاثة وطبيعي نسخة طبعة أولى كم نسخة؟ الطبعة الأولى 500 نسخة أنا دار نشر قلة 250 و 250 رابص بالي لثوالو قطرة زوزايا مالي مندي لثوالو إشكال؟ لا ثم مشكلة رابص بالي هدية أن آثخ إثبياشة مندي خينا ماسخ منرخلة بشكل عام كإطار عام قبل ما أورخ تفاصيل لو أورخ يدي لياثا مندي خينا بيتخرت لأشخاص ممكن ألهموك عدا الأسماء المذكورة قد أمرخلو هايتون كبيرة بس ما أي من دي خينا لا ثم من أوكي رابي أورق قدلياثة تفاصيل أنا أخت منهريق خزيانا لم يقرأ كل خدم شخته كل قصيدة إلى صرت بشمت خبر صوبة إذيعة مرتبطة باسم شخصية معينة عبر التاريخ بكل الاختصاصات سباي أرى هل كد خم شخته إلى صرت بخشمة تتعلق بمجال شهرة هذا الاسم أو اللي كان يعمل به لو إلى مجرد خواطر عامة لو إلى إهداء مدح إشادة ما إلى علاقة مضمون القصيدة باسمها اللي هو شخصية عالمية معروفة والله أني كلها أني شخصيات يعني أني طبعا أنا مثيرين بقاي تأثير كلش كبير لأنه أني طرحين أكثر يعني أسئلة الوجود يعني دي بين إشكال ودي بين يعني اشتباك مع العالم مع الوجود وطبعا فكك تعقيدات هذا عالم يعني كانما انا طبعا قم غزيلي يعني قم الليلي كانما افتخم باللقامي قم الليلي يور الذات غاي حتى تخزد ذاته وتخزد عالم ايضا وقم شوقي لي انه بشكل لنا علاقه خاصه من ضروخي اولا ومن العالم رابص بارابي هذا انا يعني قريوالي بشورايا خكمة شمانة دنا برصوبة ومشخاتة تيلا كثيرة بدي قتابة خزيانا يقرأ بيبين أكثر بقارن خكمة شمانة خينا بالكت لقم تخرن والون قلقامش شارلي شابلن آدم وحواء النبي لوط أديسون تلاني فولتير بيتهوفن بالكت كما مرن والي مار أفرام رامبراند دافنشي عوليس ديوجين لوركا مارلين مونرو الفنانة الممثلة الأمريكية الراحلة جوزيف هايدن دانتي ياني الأثيني أوديسيوس يعني غزاتهم خزيانا يقرأ خكمة شمانة تلتلو إصورة خبدو خينا كنت خيوب خيغلا بريشا وإيثن بريانتي خكماوي أمانة خكماوي صبرة أرنست همينغواي شوبنهاور مرن أمراو القيس خشون قم تخرن والي إيميل زولا يفغينيا كانيفا وكتخة إلى 5 شخطة بشمة سباي أنا يعني هذا طلب طوسة رابي نماذج أمثلة يعني أول ثاوى ليلة كتاب بحثي قد نتحدث عن مضامينه إلى كونش مش خاطئ ديوان شعري فقد صورته دوك ثاوى بش مطية الصورة كخزيانة يقرأ بطلب قارة خكمة طوسة خكمة أمثلة خكمة قصائد كنماذج من مضامين هذا الكتاب يعني أنا لفت انتباهي دختمرخ 5 شخطة إلى شمة دي المسيح قاميمة قرناني أي رابي باقث قائمة قرناني أني يعني هذا التنوع الكبير يعني بين كتخة في مجال ما ونا فعلا كتخة من داني أنا كتخة من داني طرح لي مشكلة وجودية ده مثلا المسيح طرح لي مشكلة وجودية أنه طبعا ثنائية الحياة والموت ده الأكبر معضلة كونية اطلق مثلا ديستوفسكي يعني يرى في داخل نفس البشريه طبعا بدون خرائط مقايمه من مدار فرويد خرائط لنفس البشريه يرى في دهاليز النفس البشريه قلنا اطلق مثلا ده انا مثلا باخ
باخ دها كل نقاد، كل موسيقيين، كل طبعا دارسين للموسيقى، كم لانه باخ ثوله تراتيل كنسيه. بس انا خزنا من دي اخر في باخ، خزنا انه ايثن حزن، حزن مكثف هيك باخ رامبران. هذا الفنان التشكيلي كلارسيما قولي خاك ما قولي وكنا نقرأ شيء وإن أنا خزنا أنا خزني قولي أنا خزنين أرواح وكأنما كلا حزن قدروانين كلا قلايف قدروانين كنا عيش طبعا قلق وجودي طبعا كبير. طبعا بودلير في زور الشر أنا كأنما كلي مغزيري مصحة عقلية، مستشفى الأمراض العقلية، كأنما أنا كي خضرنا مستشفى الأمراض العقلية. فأنا هذا خزن أمور كافكا يعني كليك مغزيري كأنما الحياة حفلة تنكرية لا أن لازم دوش قناع وبلطة طبعا الناشئ وهكذا. أنا هذا خزناه. أنا توصي رابا بالسيما ورابي يعني هالأمثلة ونماذج أنا رابا خمل الجاوية وخشوا نبخ زيانا يقرأ يعني بيت أمرت كل خشمة معود له يعني أدى إلى أنه تتكون جيبه زيثة رؤية فكرة رابا صفاي رابي شارك بحكمة طوسة حكمة قراءات أنا مقبالي يعني قطوسة لفت انتباهي أنه خشام رخيم شختب المسيح إلى باث الأسرة خديسر ثريسر يعني أول مقطع بماري والقاوي على السلم. هاي قصيدة شمة مشيخة المسيح مشملا رابخة مقطع على السلم الصاعد نحو الأزل أنا أعرف شمنا منه خليق عرم بكثا وقت وفي سهو الحركة عن دورها ذات تحلق في شاسع لا نهاية له مثخنة بمجازات السماء سكبت ذاتها غيرت بفائض الذهول حتمية الفناء أبطلت فعل الغرق طحنت الكلمة بالموت لتحضر خبز السماء فندبتها الدنيا كلها هرولت الشمس نطق الضياء ابتهجت سنابل القمح خفق الدم في النبيذ فانكسرت قوافي المراثيا وتضاءل الموت في حنايا القلوب على خشب الصليب احتفلت الكلمة بكل ما في الأبدية من معنى تمادت على شفاه الزمان السرمدي كشقائق النعمان احتشدت في التراتيل تتلو المجاهيل وحين ارتفع المصلوب قربانا واصطفى في الصدى صفة للفداء على كتفيه حمامتان بيضاوان كالحرير بين يديه سماوات وأقمار والريح تقبل قدميه ومن تحته خفت خطوات خلائق على سلم الضوء لتفصل القيامة فيه وعينا مريم أمه من نوافذ الغسق العالية تقتفيان تخومه تؤديان إلى الهائل من الغبطة راح يصطلي برقا في قلب الأرض المتفحم وأهوالا هائلة على سطح الليل الثقيل. الله بس مكان قرابي يعني لخا أو إلى طوسة قد منهرخ خزيانا يقرأ أيام شختا إلى خكمر عشياثة وملة وصرياثة مشاعر وكلمات وصور مخرايا شعرية وتخكمة صرياثة أمرخ من إقرتا من رسالة اتمارني شمشيخة السيد المسيح خشم خينا يعني أنا كل شمانة قرشانة ملفتة للنظر خشم خينا بين قنبلطخ خفاصل قنبلطخ من يختا قارت اللي كريثة لرابي سيفو باثت ما نحصى صفحة 18 وأمرخ سيفو إلى نسبة إلى برمت سيفو خطأ تلفظ سيفو أو سيفو خزيرا يقرأ إلى سيفو أو سيفو نسبة إلى السيف برمت قوم لون على بني عمان شاتت ألبوت الشماء أو خمشاسة هاي رابي سيفو عند غسق الذاكرة حيث يذوب اليوم مضرج بدم الشمس يذهب صوب نهايته والريح تنوح
تمزق ثياب المكان، تتأرجح مخلوقات كثيرة في مجزرة الوجود، والموت لا يكف عن الحفيف حول البشر، وملائكة النار تخرج من عيون الموتى تحني قاماتها، تحوم فوق دجلة، تحدق بالجثث لترى كيف تكفل وحده بتشييعهم، واتخذ هيئاتهم، صلى فيهم، ضفرهم بالضياء وبكى، فيما الأبدية ترتعب فوق صخور قريبة من أستار الله الرمادية، والريح تنوح، والسماء أذن صماء. الدودوك الأرمني ونحيب الكمانات يبكيان سيفه، يجرحان قلبي بنغماتهما الحزينة، يسمعان هدير الزوال، وأوتار عود تشيع المجزرة بالدموع، توقظ النياط الممزق بأنغام جنائزية. الصرياثة معبرانة وعميقة، يعني صور معبرة وعميقة مجزرة سيفو بهاولا خك مطوسة خير رابي بشكل خك ممثلة خينا إلى جانب بيني الأمر برشاثة قوناية مناقشات عامة إنا بثرخا باصولة أن يوتم ساسة بعد إذن حضرتك إن شاء الله. خزينا يقرأ بلطخ الخا باصولة ومن يختكريثة وبثر هذا مدرب الدارخ وشن عمان. مدري بديارخ عموخن خزينا يقرأ تمامت خلقتها من خرزة السوادة قنية حديث القلم كت قنية خلقتها إلى الصبر وما خورا يذيع رابي يوسف قبو هو قلمه وكثاوى ينكونش مشخاثة إلى صرنا خلقتها شمة قناديل تضيء خرائط العتمة بريشوثة دي إذ دي مشخاثة كتخة من صرت بشمة خبر صوبة إذيعة عور تاريخها رابي يقرأ أخنا منهرم بدخوي شاثي ديقو سامة قمايم شري ولا قرايا خكمة طوسة قراءات بين قارخ خينا أنا ونقب يخطر شمانة خينا إن له يزهمت زوري خمشوختا بشمة مرة أفرام إلى باثت تشاو اشتي وتشا برقولة إيثن مشوختا كريثة بتهابيل هاول قريبا مشوختا تهاول باثت تشاو اشتي 69 ين اشتي وتشا برقولة اشتي 8 ايثر مشخت تهاول قليلا مهاول كريثة لا وقليلا مار افرام. هابيل ها هو الهواء يصرخ في رئة الأرض بكل لغات العالم، قم يا هابيل واسمع صوت أخيك وقل الحقيقة لتكون بداية أخرى بين البشر. ما هي هذه الحقيقة برأي المؤلف؟ الحقيقة ربما سؤال مفاجئ، ربما السردية الموجودة في التوراة يعني ممكن أنه يشوب طبعا بعض الغموض. صاي رابي برقولة إيثن خمن دي كريبوت مار أبرم البانا ربا مار أفرام نسمع. مار أفرام لون الرب كلامه بالفتنة ليتسلل بخفة إلى قلوبنا، وأخفى في كلمته مجازا وإيقاعا ثمينين لننصت بشغف إلى الآخرة ونصير لحنا في سيمفونية الكون. أقول هذا وأبعث لمار أفرام سلامي. وأبسلامي أنا رابي أكيد مار أفرام إيوة بارويا كان مبدع، وبالتالي كل مدي باش كثي وبدي والد هاوي بارويا مبدع. رابي فضول إنهم باثت أمه وخاء صفحة 101 قصيدة مريم. 101 مريم
كانت من دون شكوى من دون تنهيدة، تحمل النوتة والمزمار وبعضا من صحائف الخلق، تتأمل باللور السماء، تهز نخاع الأشكال، فتساقط على شرفات روحها موسيقى عطرية طافحة بالأعاجيب، تنداح السماء إيقاعا على مذبحها، جديرا بإخلاصها وألمها. إن سابت كلمات الله من إنائها، انفلت دفء أزرق منها، كناي يعزف ما بها كي ينسيها شفيف حزنها، وتبقى متداولة ومقروءة إلى الأبد. بس يا رابي بس مقانوخ أنا نجرب لي مقابن خك مطوسة هل شغل بيدوخ كتاب رابي هل شغل بيدوخ صب طلب خلنا أنا مجرب لي مقابن خك مطوسة يعني أمثلة أنا قم خازنه تعبر عن بعض مضامين فكرة الكتاب بين هدي طلب من يقروه أنا مخوبة تختار خاقة مشختها قراءة بن شمانة قارة طالم خاين ترى بين خزن ما بتابع اختيار بيوخ يعني آتي في قارنا باي قارت لك مسودة يعني ورق لا اي خناقة يبان على مود اي ما مشختها بقارت فولتير اخا كيله اوكي رابي شمن له باقة تقريبا فولتير وهو في الطريق إلى ليله حين تجلى له الله انعتاقا للمخيلة على الجانب الآخر من رؤاه، واكتشف نبوته وأتاه ضياء شارد من الشطر الأنثوي للوجود، وأغراه بعظمة الحياة في بقائها وفنائها، واكتفى بنفسه. راح محيط من الوعي يلمع باللور فكره، يشير إلى عيون لا نهائية فتحها الليل تتدفق أبدية خالدة بداخله، يدعوه للذهاب في جولة من الإدراك أبعد، يحل أشكالا غريبة محل الأشكال الخاصة لموجودات الكون، حتى صار خلقا لا متناهيا يتحسس قريبا من محيط السماء حرير فتنته، وقنديلا يضيء خرائط العتمة يملأ الفراغ بالضوء الفاتن، يترك نفسه تذوب فيه، يلم ما يبعثره الظلام من نبيذ الأحلام وخزف الكلام، يمد ضوءه يمزق الآيات التي تغلف الأباطيل، يتلذذ بالغناء في قارب النجاة، يصير نسمة هواء تنفذ نفسا جديدا في كل ما يحيط به من الأشياء، يتلو وجوده يقول: كيف نغير مفهوم ذلك الإله المسخ الذي لا يكترث لمصائبنا إلى إله نتبادل معه الكلام؟ كيف نخرج الإنسان من محنته ونعيد له انسجامه الأول مع الكون الفسيح؟ خير بس ما قالوا ايوه فولتير صويرابي بدانت مهضرتي قضايا خلقتها يعني خلال مرحله الاعداد، وابدا دقريلي يعني جو مخويانا يعني امرخ فهرس شمان الدنيا برصوبي، وبالتالي مشخاثة إلى صيرة بقاوة خش من إلى شوي 8 واخنا المرأة بلكتيتن أما برصوبي بلكتيتن بالزودة مؤثرين في هذا العالم. أكيد لا كل تخير لا يعني أخطوسة على سبيل المثال أنا ثيل البالي يعني لغزلي
لغزي لالكسندر فليمنج مع العلم يعني ايوا يعني مخترع الانسولين، يعني مثلا اتلوخ فليكس هوفمان مخترع الاسبرين، لويس باستور ايضا مكتشف الجراثيم، يعني ديرن وامرن شقيلة نماذج رابي يعني او بقارة الى دخ امر فلاش باك صير الى بقارة انه الاساس اللي على ضوء ام قبيله ين اكيد اتلوت يعني كله مثل احتمال بشرى بلا. والله هذا سؤال يعني انا يعني حيل طرحين لي هذا سؤال. اذا الى سؤال منطقي يعني. وانا ليه بدور اني حاطب كل هنا يعني ممكن انه ايثن يعني يمكن ايثن مشروع مستقبلي اخر. وقلت لي انا في دواوين سابقه قلت لي كنا بعض الانايتي مثلا جبران خليل جبران كيكفيوا عني، محمود درويش كيكفيوا عني، ايثن مفكرين خلني بس اني طبعا ديما يعني ممكن انه في مرحله لاحقه ممكن بريانتيلا سبايرا بهدية بريانتيلا بدقيقه الى بياشا من داسه مطريانا بهوين الخيك مقرياثه خينه واحتمال البوث حسب مقابيثه أخشى بين يذن يعني ما إيوا نيشا الساية الهدف والغاية الأساسية من برستد مجموعة شعرية. والله الغاية الأساسية أنه أنا مستهدفنا طبعا القارئ، وأنا قارئ ديدي يعني أنا خلق يفترض أنه الشاعر المبدع أو خالق قارئ ديدي يعني قارئ نوعي يعني قارئ نوعي لأنه أنا من خلال أني أشخاص أنه أنا يعني اللي يعني طبعا مسع لي أنه يعني مسع مداركي وخيالي وشوقي أنه يعني تالي تفكير طبعا تفكير نقدي يعني تفكير نقدي إبداعي قلنا. فمن خلال هذا مندي أنه أنا طبعا ما وذي طبعا هدم لكل المسلمات يعني ما إثن مسلمات ما إثن يقينيات أنه طبعا بديلي كأنما قبالنا عالم خافة قلنا أنه هذا عالم خافة أنا مستهدفنا الإنسان أنه داثية ولا هذا عالم خافة يعني طبعا مديرا إلى لغاية الفترة الكونية الأولى دي هي الفترة الكونية الأولى هذا دلايبة هذه وحشية وهذا دمار وهذه حروب وهذه مآسي نظام يقرب راشن قدرنا طوسيت قم مقروت لون وقومش خاطت انا قم قارنه قمت اثخ الخلق ثا اثخا يعني خطوعها فيلسوفايا خطابع فلسفي وخمنيانا من مش خافه الى مقصود؟ إيه طبعا لانه اين الشعر والفلسفه تواماننا يعني توامنا مخ تريك توم يعني وانا قد ماري ما ايه فالفلسفه طرح اسئله والشعر ايضا طرح اسئله لانه كنت باحث عن اجوبه، الفيلسوف باحث عن اجوبه والشاعر باحث عن اجوبه فايثن قاسم مشترك بيننا فيه. رابط باي شرار الايه وانا كنت بوغيري رابي انه ما ايوانيشه ما ايوا غايه انا يدن انه مخرى الشعر القصيده الى الهام الى ابداع الى نيشي يعني من بقاره يعني غايدي انه بها اسكيما بها شكل تيله انه شمان برصوبه وكنت خصيره بنظام شخته صار رابي يقرا من انتبع ياثد يقروثوخ ما ايوا براقاله اصداء اداها كونش مشخاثه كد بشله بريسه يعني اصداء دي تقبل دي جابت الاوساط الادبيه والثقافيه والشعبيه وبشكل عام. والله هون طبعا ثوالي اصداق يعني كلش قويه يعني خاصه في الاوساط الاكاديميه اكثر من الشعبويه يعني البيئه الشعبويه ثوابت تفاوت يعني اكيد انه يعني تفاوت في الثقافه تفاوت في التفكير بعدين ايثن امور ربما يكاد اشخاص معينين معتبريها يعني كانما يعني تخطي للتابوهات فخزين خلايف المحاذير يعني مخداد قليلا ان الاخيره اللي فولتير لانه طرحي يعني اسئله خنائف يعني ربما ايثن حتى الاخرين لك متجرئين فكري بهذا مندي انا اقترح لنا مندي دلاخ ايثن بعض الاشخاص لك متجرئ طرح هذا مندي فهذا يعني هذا طرح عميق له من شيء من اللا تقليديه نوع من التمرد خازق وخكمه بعض الافكار اللي ربما الشخص البسيط يعني يتفاجئ بها انا اريد الملاحظه وبالتالي يحق للشاعر ما لا يحق لغيره واي اولا واخيرا الى صرياثه مخرايه واون هذا للمقصود المقصود انه اي دخوذ الدهشه يكد اخر دخ انه طرحت مندي خاثه لانه اون هذا الابداع الحقيقي هذا لي انه طرحت مندي طبعا ليه مطروح سابقا اكيد صار بدان انشمخ
خكمة قرايا قراءات خلنا ايمر قابت يعني قابت يفروثو خشمة قرشانة يعني ملفت للانتباه خاص ما دكتيوا زوربة إيه؟ بابي زوربة طبعا رواية معروفة له وفيلم فيلم ومادية والمؤلف زوربة نيكوس كازنتزاكي اليوناني ورا مو هذا مدير الفيلم يعني أنطوني يعني بطولة معروفة بس اسم بطولة أنطوني كوين أنه إيرين باباس. زوربة على ألحان البوزوكي ووقع بوحها الفطري الحزين يائسا يدور يتكلم جسده بكل إخلاص وصفاء عن الدنيا التي حلم بها وخذلته. تخف الأرض تحته تتلمس النشوات قدماه تصير وثبة واستدارة كأنك وأنت تراها تعيش مباهج الماء تنظم شعرا من كلمات غير مألوفة تتحرك الإيقاعات الكونية المتأصلة فيه تعبر عن أسمى المعاني بالرموز تصير صدى صراخ يمجد الإنسان في تماهيه مع وجوده تمارس ما يشبه الحلم تستعير من نغمات الأمواج حركاتها تبتكر المجاز من اللغة المخفية يلتصق جسده بروحه عند البرزخ الفاصل بين الأزل والأبد يفنى في الله في رحلة مجنونة يمنح فيها نفسه للعالم تتنوع الأشياء لديه على إيقاع الكون فترحل روحه إلى روحه تتلون بالعشق كأن لا حدود تحتويه يعيش نشوة الضوء ككوكب عائم في بحر فيروزي متلذذا بحزنه ينتشي برفرفة الفراشة كأنه يريد أن يمزق جسده يلتحم باللامرئي ولا يريد الوصول إلى مكان لكن وحسرتاه ما رقصته إلا استعارة لاحتضارات السعادة وإفصاح عن شيء التقطته بصيرته وأفجعه وتفسير لبكاء روح انشطرت من روحه وسكبت طوفان حزنها على موسيقى يعزفها الغيم في تفاصيل الأحلام في تفاصيل الألحان ليقول للعالم ما لا يستطيع أن يقوله الكلام. صرياضة شبيرة خير رابي بس مقانوخ أنا لخمص أمر رابي سباي أو بقر سباي يعني ما يستوعب أيام شختها وخامل يعني يتمتع بها كقراءة شعرية والد هاوي قري الله رواية زوربة يعني على الأقل هاوي لخ فكرة باصدية لا هذا رابي سباي رابي يقرأ خبقارة لخ أمرخ إلى دقيق كثوتة مشختها صرت بشمة تخبع كتابة قصيدة يعني إني إلهام أولا وأخيرا مرتبطة باسم معين ليلة بش عسقة أصعب من أجد آثار وخلهام كثبت قخا موضوع عام طبعا هذا أصعب هاي أنه هاي دغمس كأنما هاي كنت مستوعبة هذا تماما يعني أنا كده أنا كلهم مستوعبة كنت كثبت باسم أكيد لا يعني أول الفرق إنه ممكن أثار فكرة مشختة تخبة مشختة تخاذوثة تخشى تأمتة تأثرة وطنية إن قد كثبت الخطر صوتها يعني مارد يقروطوا قركاوت استيعاب كامل راو الصايد. أنا جيبي القصيدة صحيح طبعا موهبة أتلى دور الموهبة أكيد. بس المهارة أتلى أنا
المهاره قلت له دور، والخزينه المعرفي قلت له اكيد دور كلش رابا شرارة لرابي صوالة دائم قابل خطو سخينة بين اخنا شقلن خكمة امثلة خكمة نماذج اثوال امر خطوعة مسكون يعني مسكوني عام بين شقلن بالكتابة وخرايا قراءة يعني هدخل لبي دخت امرت مربرب لإلا سبيلة شمت خطر صوفة عراقايا ماخورة الشاعر الكبير مظفر النواب اطلق ذم شخت لخ تشوني لباثت رقم 38 39 خصميتك وماذا تقول عن مظفر النواب؟ مظفر النواب: فيما يداك ووجهك يشهشان بالصمت على خشب الباب من فرط اللهفة، والصمت البليغ يزيد الباب التباسا، يئن من وجع الضوء يستحيل خفة ودهشة، يقض مضجعك بالأسئلة، يرشقك الألم بوابل من الرصاص، وحروف العلة في الريل تنبعث منها رائحة الدخان، وأنت اندلاع نوتة حزينة تبحر في التيه، نضحت من مصفات الهم، تدوزنت على أوتار البشرية، وقد ذرفتك عيونك من فرط حزن يعتصر روحك، تنادي الله الذي كم أودى بنا الآه أن يتبع أول الأمر آخره، يمد علينا ظله، راودك فرح يضحك به البكاء، أفلت من حزن أصابه السعار، يخلع عن روحك صقيعها، يصرخ في تضاريسها، يوقظ أطراف الأرض، يبالغ في القرب، يرقص كينونتك كإصبع الزهر، يحدث ضجيجا وهو يئيض، يجيء باحتمال يستحيل أصفارا لا تنتهي، وأنت تدخل حروف مباهجه، تقرأ نبضه الرخامي، تتناثر في صداه الأزرق، تستعير صرخته، تشم خطاه، أناقته، رقة السنوات في صمته، كي تجده كرعشة فيك. بس مقانخ رابي خيط يعني تعليق المقتضى بالديم شختاد مظفر النواب انه شجون عراقيه بمشاعر متزاحمه. صبا رابي اخنا اتلن صوره يعني امل تقم يوخلا او كونش مشخاثه هقوثه دي من احنا حقه كل ذا مشخته خزيانا يقرا الى صرت بخشمه اختمري والى خكونش مشخاثه رابا بسيمه ان جربيتم قانيتم خاصه من خمس خابت همونا بتخمليتون بقاوه رابي قمت ختمنا خلقتك وخكمه خلقاتك بقرا وخكمه البث دانا يعني اديم يوم قدوه طورت الى وايا تلاني الادب الالكتروني يعني الاعتماد على القضاء الالكتروني بش رابا ربما هو من دوادر انحسار بالادب الورقي بكل انواعه امرخ الادب الورقي والادب الالكتروني وكنت خأت لي ايجابيات وثلاث سلبيات يقروث ما الى يعني كيف توازن هذه المعادله؟ هذا لا طبعا نزار قباني تلغى مقولة كلش إنه ما أمر نزار قباني نزار قباني تلغى مقولة كلش شهيرة كانوا لما ندي مصفح لنا كتاب كأنما مصفح لنا وجود إيه فأون الكتاب القراءة في يعني الكتاب الورقي يبي نكهة خاصة بس مع ذلك أنه التقدم التقني يعني أنه ضرورة يعني هذا طبعا ضرورة يعني ملحة له يعني يوثق من دي هائل يعني محول يعني طبعا ملفات ضخمه يعني في المجال الثقافه والمعرفه ومحول كتب مئات الملايين من الكتب رفوف الكتب محاولين الى ملفات الكترونيه وبالتالي ممكن انه محولي الى اقراص مدمجه بس بيش نقطه طبعا جوهريه انه يفترض انه تاخذ استراتيجيه
استراتيجية أنه هذا أني دخ أنه أيد ضمنت حقوق يعني حقوق المؤلف، دخل ضمنت حقوق الملكيه الفكريه، دخل مثلا ضمنت مثلا تسويق الكتاب لصالح المؤلف او لصالح المؤسسه او الجهه، فهذه نقطه هاي جدا مهمه. الى رعيانا بريشة رعيانا طاورة بس مرابا ما خوبت خمم لخرايخ كلمه خرايخ قد ختمخ كلمه خريطه انا طبعا شكرا اخوان هذه استضافه وشكرنا قناه العراقيه السريانيه وشكرنا الكادر وبشكل خاص شكرنا عيد رابي شليمون هاو كبيره بسيمه اخنا رابي الى والي فعلا الى واجب وهرداد انا اخنا التنيقاره نحن اللي نتشرف بحضرتك خمن نيشه يعني غايات الدواء خرزائيلة ميتخ بهرا نسلط الضوء على ماني تتليني جو عمن سرايا من بارويه جو كلها جيغلين يقروث خي وتخمنا يقرا قالني لرابي يقراها وترابه بسيمه توالخ عمان شكرا جزيلا خزيانا يقرا تنصورة تقنينا اخون خكما تخمنياثا طابي بسيمه من داها خلقتها تصرنا ذي ايوا كونش مشخاثه مجموعه شعريه بالثامن اعيد امرا تقاوى مشخاثه كل مشخاثه دي كنت خمنا صرت بشمة خطر صوبا يذيع جو تاريخ العلمة في تاريخ العالم الى امرخ خكثاوى يعني الاخرى بخزي اغديه خمدي بريشه تقانه وهل تخزخ ليخون بخلقيات اثيانه قبل الخبن يقارن بوش بشينا وشلانا